فيه مثل بيقول لك: جيك حيلها عماها. إبراهيم عبد الجواد طالع يقول بخصوص أزمة زيزو ومستحقات زيزو عند نادي الزمالك. فبيقول لك إيه؟ إن أي لاعب له مستحقات مر عليها عامان أي سنة، يعني سنتين، سقطت، ليس يعني ما يطالبش بيها من الآخر كده، من الآخر مش هياخدها. أزمة المستحقات بتاع زيزو ليه عند الزمالك ما يقارب 70 مليون. فأي حاجة مرت عليها سنتين ما تطالبش بيها، ودي تقدر تقول اللي هو شاطها ردت في وشه. ليه ردت في وشه؟ هقول لك أنا ردت في وشه ليه. معنى كده إن زيزو 2022 2023 2024، ويعتبر دخلنا في ال25، أو إحنا في 25 الموسم ده، ما أخدش فلوس يعني فلوس بقاله 3 سنين. أنت فاهم القصة؟ وساكت، يعني ما أخدش مستحقات له 3 سنين، ما أخدش مستحقات وساكت ومش متكلم، اللي هم طالعين يصيحوا. أو إدارة نادي الزمالك طبعا هو بيقول لك إن الاتحاد اللي هو اتصل بالاتحاد، والاتحاد أخطروا بذلك إن أي لعيب مر عليه سنتين، مر على مستحقاته عامان، لم يكن له مستحقات. طبعا ده هري. انت كده بتقول لكل لعيب عندك، كل لعيبة اللي موجودة عندك، ما تستناش على مستحقاتك. مفيش لعيب يقعد من غير مستحقات، وشهرك بشهرك يابا، ده العالم بياكلوا المستحقات بتاعت واكلين المستحقات. وزيزو باين لك الدنيا كلها. زيزو عمل حاجة في صالح لعيبة الزمالك، أو لصالح لعيبة الزمالك، عملها يعني عمل لهم المستحيل اللي مينفعش كان حد يعمله، اللي هو إن أنا بينت لك إن الإدارة بتعمل إيه. فأنت ريس ليك مستحقات، أي لاعب له مستحقات بقالها شهر 2 3 سنة، طالب قبل ما نكمل السنتين، هيمطلوا فيك لحد ما تقبل السنتين، العقد بتاعك بلوش، مالكش عندهم حاجة. ده الاتحاد اللي طلع يقول كده، وابراهيم عبد الجواد طلع يقول كده على صفحته. أقول لك قال إيه بالنص. أقول لك إيه؟ إبراهيم عبد الجواد بخصوص أزمة زيزو مع الزمالك: اتحاد الكرة أخبرنا بأن أي مستحقات مر عليها سنتين لا يحق للاعب المطالبة بها. ما أظن كده ما جبتلكش حاجة من عندي، مش بقول لك اللي أبويا حطه أو اللي عملناه، ما بقولكش كده. لكن كل اللي أقدر أقوله لك إن حاجات تختلف عن حاجات، وحاجات تبين حاجات، وحاجات مع حاجات بتظهر لك شوية حاجات. فأي واحد له مستحقات المفروض يطالب عليها. أي حد له مستحقات يطالب عليها. انت عارف ان معنى ان زيزو يقعد 3 سنين ما ياخدش لا راتب، ولا يطالب بحقه، ولا ان هو يعمل اي حاجة؟ ده انت عارف معناه شخصي ان هو استحمل فوق قدر استحمال اي انسان. فليه حق ان العقد بتاعه لما يخلص شوف حد تاني بيديني يا عم، مش اجل وفي الاخر تقول لي مالكش بتاكلوا. ما هو ده اللي يجيب لكم الكافية، هو ده حرفيا اللي يجيب لكم الكافية في كل حاجة. كافية في لعب، كافية في إدارة، كافية في كافية. غير الرخص اللي طالع اليومين دول، ولسه في شوية رخص كده يعني هي زبد. طبعا الكلام مش للزمالك في الرخص، الزمالك متحابي شوية. هنا بوريدة مظبط التظابيط هو والحاشية بتاعت صبحي الصغير مدوحس. ها صبحي حاطط ندك من ند النادي الأهلي، وكتاب الله ما والله إن شاء الله عشمان في وجه الله ما هتقعد على كرسيك وتكمل السنة دي. مش عشان خاطر محمود الخطيب، لا، عشان انت عارف انت نيتك ايه وهم نيتهم ايه. وان شاء الله لو كملت مش هتعمر فيها، وهتجيلك من عند ربنا قاضية بفساد، قاضية بأي شيء.
لأنك فاسد ومفسد، فاسد ومفسد، وكل اللي بيديروا فاسدين ومفسدين. يلا، دمتم في أمان الله. سلام عليكم.